أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قل ومن قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. وبعد ذلك وبعد كلمة المدرسين وينبيه عنه الأستاذ فيصل الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك نحتفي بيومنا الوطني ولا نحتفل أبدا. الاحتفال دائما للمسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، وإنما نستذكر في هذا اليوم ماضي الآباء والأجداد الذين سطروا ببطولاتهم وبإخلاصهم لوطنهم أروع الملاحم التي وصلنا إليها. أبناء الطلاب، يوم الوطن إنما هو لاستذكار الأشياء التي استطاع فيها الآباء والأجداد أن يسيروا بهذا الوطن إلى ما وصلوا إليه الآن، وجاء دورنا لنحمل الراية من بعدهم. أبناء الطلاب، يوم الوطن ليس بلبس الملابس وليس بالتشدق بالألفاظ، وإنما هو بالعمل. كل في مكانه. أنت في مقاعد الدراسة تخدم هذا الوطن بالمحافظة على الدوام، بالمحافظة على المذاكرة، بالمحافظة على الاستماع إلى تعليمات المعلم، بالاجتهاد، بالصبر. هذا هو حب الوطن. حب الوطن ليس كما نشاهده في الحارات، ليس كما نشاهده في الأسواق، ليس كما نشاهده في المتنزهات. ما حصل إنما هو فساد للوطن من تكسير وقطع الطرقات وتضحية وإزعاج للآخرين. هذا وربي ليس حبا للوطن، وإنما هو كره لهذا الوطن. حب الوطن هو من يساعد على رفعة وطنه. كيف أساعد على رفعة وطني؟ بالاجتهاد. في مقاعد الدراسة بالاجتهاد، بالاستماع إلى تعليمات المعلم، بالمحافظة على الدوام، عدم التأخر، حل الواجبات. هذا هو حب الوطن. حب الوطن ليس بتقديم الممتلكات العامة كما نلاحظها عندما أذهب إلى حديقة وأرى بعض ما وفره لنا هذا الوطن من تكسير لللمبات، من تكسير للمقاعد، من حرق للأشجار، من حجم لأسوار الحدائق. كل ذلك هو إساءة للوطن. أبناء الطلاب، في هذا اليوم نستذكر ماضي الآباء والأجداد كيف كانوا يسارعون الحياة
ويجاهدون من أجل لقمة العيش، ونحن الآن في نعم من الله عز وجل لابد أن نحافظ عليها. لا أطيل عليكم، أتمنى لكم وقتا ممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن استمعنا لهذه الكلمات لا بد من كلمة للطلاب ويلقيها نيابة عنهم الطالب معين كويس. الحمد لله رب العالمين القائل في القرآن العظيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وقوله الحق ومن يرد فيه بالحادث بظلم نذقه من عذاب أليم. ونصلي ونسلم على الهادي البشير سيد المرسلين محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. وبعد، ان الاحتفال باليوم الوطني الذي اجتمع الامه هذه الايام ذكرى احداث له من المبدا والمعاني الخاصه ما يميزه عن سائر الايام، كما مرت عليه الاحداث الاخيره من تراحم القمه والقاعده والاستمساك بروح الجماعه الواحده، وما دلت عليه وثاقه حقوق الولاء ومكان قواعد الانتماء، اذ يجري بوقت اصبحت الامه مستهدفه في امنها وامنها واستقرارها من قبل في اطلاق مطلع من بعض ابناء البلد المقرر بهم، وقد تنكروا لدينهم وامتهم وخرجوا عن الارض باجماع الامه، ولم يكن لديهم مواطنين هذا القدر المختار ذره شك في ان النعم التي انعم الله بها عليهم منذ نشاته على يد المؤسس الاول الملك عبد العزيز ال سعود طيب الله ثراه، قامتهم باقيه باذن الله رغم الدسائس والمؤامرات الدنيئه التي تحاول المساس بوحدة كيانه والنيل من قدراته ومكتسباته. ولقد أثبتت القيادة الحكيمة من وضعها جموع المواطنين وكافة رجال الأمن أنها على قدر المسؤولية لإحباط وضغط هذه المؤامرات والدسائس والمخططات الدنيئة الرامية، فارتد سهام البغاء إلى نحورهم وبطل كيدهم وشرهم، وتفرقت كلمتهم وكشفت نواياهم الغريبة، وصدرت أقنعتهم المزيفة، وأخيرا قلب رؤوس الفتنة ومدبري الخيانة ورؤوس الطائفة الباقية ما تحصلوا من أفعال ونهاية المفسد. وبعد أن استمعنا لكلمة الطلاب ننتقل إلى الفقرة التالية وهي قصائد متنوعة لمجموعة من الطلاب. اضرب صوتك وسل صوتك وغطي صوتك يا بلاد بالعرب، جاوب الشيلة واعرض الليلة وارفع يدين تحسدنا لبا، امسك ذراع حبيبك عبد الله طاحت مثلها ولا مثل احد، طاهرة مالك وعالية جبالك والنعم برجالك قناديل الظلم، انت يا لولا البلاد. التصوير من الشيطان، التصوير من الشيطان. أبديك يا وطني اتعدى الفداء، اتعدى ما جادت به نعم الحياة، كل الوجود وما احتواه إلا في فناء، إلا هواك يظل مرفوع اللواء. يا مهد أجدادي، يا كنز أحفادي، يا ظل أمجادي، منك الشجاعة والكرم، فيك المروءة والشرف، تعلو بعلاك الهمم ليظل مرفوع العلم. أهوى صلاة الطاهر الغالي، أهوى سماك ومجدك العالي، يا طير أحلامي وآمالي. ما بين أمسك والغد وضع الهدى بمحمد، صلى عليه الله وهاب الحياة، يا من إذا صلى امرؤ أو سلم كنت البما المأمون يا نعم البما، وإذا امرؤ للحج جاءك محرما كانت رعايتك الحفية بلسما، مستوطنا
Good morning. Hello. My name is Khalid. I want to talk to about National Day of Saudi Arabia. Hello. What's your name? My name is Ibrahim. How old are you? 15. What's your family name? Ismail. Where do you live? At Darsi area. What's your name? My name is Ali. How old are you? 15. What's your family name? Shami. Where do you live? Northern area. What's your name? My name is Muhammad. How old are you? 15. What's your family name? Wallah. Where do you live? Imam area. What's your name? My name is Riyad. How old are you? 15. What's your family name? Jumayri. Where do you live? Northern area. What does National Day mean to you? Happiness. Peace. لوبيا وكرنك عبد الله بن عبد العزيز. Celebration. What doing National Day? Driving car. Playing football. Play karate. Go swimming. What do you say? What do you want to say? I love Saudi Arabia. I love being to Saudi Arabia. I love Saudi Arabia. يا الله يا غالي تنصر مالكنا يا الله يا غالي تنصر مالكنا تنصر ولي عهده تنصر وطننا تنصر ولي عهده تنصر وطننا دولتنا فيها الأمن الله دولتنا فيها الأمن الله عند الشعب يذهب الله يا حافظ الوطن يا الله يا والي انصر ملكنا يا الله يا والي انصر ملكنا تنصر وليها تنصر وطننا تنصر وليها تنصر وطننا
الوطنية كتلة من الحب لا تحين، للعيد يوم وللوطن كل العمر، فيه تتحدث القلوب وتفيض المشاعر ويتجدد الولاء. ستظل يا وطني مرتعا للأمن وواحة للأمان ومقر للاستقرار. على كل رمال الوطن يقف الجميع ويردد أناشيدا للوطن كتبت بأيدي أبنائها كأجمل القصائد. 83 عاما يا وطني وما زلت تظل وطنا للجميع. لا تحزن يا وطنا على من خانك، فإن خانك زمرة أخلص لك الباقون. مخلصون لك يا وطن الأنبياء ويا مهبط الرسالات ويا وجهة المسلمين وقبلتهم. مخلصون لك يا رياض المجد وخبط العطاء وتبوك الآباء ويا جنوب الرجال. مخلصون لك يا قسيم الخيرات ويا حائل الكرام. مخلصون لك يا وطني يا بلدي. مخلصون لك يا حبا الطاهر. مخلصون لك يا وطن ولد منه الرجال. الآن جاء دورنا مع المسرحية الهادفة لحب الوطن، يقدمها مجموعة من طلاب المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا شباب؟ وش رأيكم يا شباب؟ عندي لكم فكرة. كل واحد فينا يتمنى شيء حلو اليوم. يلا يا فريد. ليه؟ وانت يا عابد؟ صراحة ودي اشتري لي منبال واصيد اللمبات اللي بالشارع واكسرها كلها. يا أخي. وانت يا نبيل؟ أنا ودي كل واحد يشتري علبة عصير في كل مكان بدل ما يلعب نفسه ويحطها في براميل الأسبوع. ليه؟ عشان عمال البلدية دايما متبطلين ما عندهم سرعة. كفاية يا شباب ايش هذا؟ معقول هذا الكلام يجي من شباب فاهم مثلكم انتم؟ كيف تفكرون في هذه الاشياء القبيحة؟ ليه كده يا خالد؟ انتم تعرفون هذه الاشياء اللي على عدم الوعي بحب الوطن. لقد لما كانوا السيد عبد العزيز وان شاء الله يحاول معهم الزخم وغير ذلك. يا شباب سلم عليكم اي خدمة؟ لا ابغى السيد عبد واحد الموضوع. يلا سلام. الحمد لله بصراحة نتكلم في موضوع الملك عابد ونبيل وفريد ما في مشكلة نحن نرد مساعدة الزكاة ليس اليوم قائد الوطن عشان سبحان عند اليوم وطن. شكرا يا سيدي البابا.
Wow.